للمزيد ينضم إلينا الباحث القانوني الأستاذ محمد أدم المقراني، والمحامي ينضم إلينا هنا من باريس. أهلا وسهلا بك الأستاذ المقراني. كيف تنظر إلى هذا الاتفاق من حيث تطبيقه وأيضا احترامه للكرامة الإنسانية؟ لأن هذا الاتفاق الذي يقضي بمبدأ دخول واحد وخروج واحد من المهاجرين بين البلدين. شكرا سيدي. إذن بعد التحية، أولا الإشارة أنه ليس بالاتفاق الأول بين الدولتين، باعتبار أن هناك اتفاقيات أخرى سنة 91 أو اتفاق توكيل سنة 2003، إضافة إلى البروتوكولات إلى حدود سنة 2018. هذا على مستوى التنسيق بصفة عامة وعلى مستوى الاتفاقيات. لكن على مستوى التطبيق، يعني الانتقادات الأولى الموجهة لهذا الاتفاق أنه من الجانب البريطاني لا يحقق الانتظارات البريطانية، باعتبار هذه السنة على الأقل على مستوى منتصف سنة 2025 عدد المارين من بين المهاجرين غير النظاميين إلى الشواطئ البريطانية تقريبا تجاوز 21,000، في حين وأن عدد يعني ما يسمح به هذا الاتفاق بعودة المهاجرين من بريطانيا إلى فرنسا بمعدل 50 مهاجر أسبوعيا تقريبا. العدد الجملي لمدة سنة هو لا يتجاوز 2600. بالتالي على مستوى الفاعلية والنجاعة لا ينتظر منه فاعلية كبرى بقدر ما هي رمزية، لربما لا زال في فترة تجريبية أولى بمجرد دخوله حيز النفاذ قد تتم مراجعته او ترفيع. هذا على المستوى الاول. على المستوى الثاني في علاقه بالكرامه، نعم هذا الاتفاق لربما قد يخرق او قطعا سيخرق الاتفاق المواثيق الدوليه في علاقه بالهجره، باعتباره انه سيفرض الهجره القسريه اولا. كذلك يعني لا ندري ما هي المعايير التي سيتم عبرها اختيار ممن سيغادرون التراب البريطاني، وفي الجهه المقابله ممن سيتم قبول يعني طلب هجرته من الجانب الفرنسي الى الجانب البريطاني. وبالتالي يجب ان في هذا الاتفاق بعض من الاعتباطيه، خاصه وانه لربما قد يهدد التضامن الاوروبي، خاصه وانه يفتح المجال لاتفاقيات ثنائيه لدول اعضاء الاتحاد الاوروبي ودول اخرى غير اعضاء الاتحاد الاوروبي، كما هو الشائع بالنسبه للمملكه المتحده. ولذلك نشير ان هنالك 5 دول من الاتحاد الاوروبي تقدمت برساله احتجاج للمفوضيه الاوروبيه، باعتبار انهم يعتبرون ان هذا الاتفاق الثنائي يخالف القانون الأوروبي في علاقة بالهجرة واللجوء. عدد أستاذ المقراني، عدد من المسؤولين البريطانيين يقولون أن هذا الاتفاق يحقق خرقا لصالح فرنسا، مثل ما قلت أنه يرسخ سابقة أن المهاجرين الذين يصلون لبريطانيا بشكل غير قانوني يمكن إعادتهم إلى فرنسا. لماذا إذن واحد بواحد؟ نعم، هو يبدو أن هذا الاتفاق يعني الطرفان لا زال في فترة تجربة. يعني الموجات أو الأتفاق هي هامة للغاية. تقريبا تقديرات تتحدث بين 21,000 و 45,000. بالتالي يبدو أن في ظل هذا الارتفاع على الأقل هو رسالة من الجانبين، على الأقل على ربما هي رسالة انتخابية وسياسية قبل كل شيء. لكن في الجهة المقابلة يبدو أن كذلك أن الجهة الفرنسية تحاول حماية مصالحها. أولا في مستوى ستتم تنقيح قانون البحري الفرنسي بإتاحة إمكانية اعتراض القوارب المهاجرين غير النظاميين بأساليب دون المس بحقوق الإنسان أو بدون بمس حقوق المهاجرين وتعريضهم للخطر. لكن كما أشرت من ذلك سيدي، يعني من الجهة البريطانية هذا لا يشكل نجاعة كبرى، وبالتالي تقريبا هذا عبء على مستوى الجانب البريطاني، ولربما هو تملص من المسؤولية عن الجانب الفرنسي. بالتالي فرنسا أرادت أن تبين أو تبرهن عن حسن نيتها تجاه الجانب البريطاني بالإعلان عن إمكانية القبول، لكن العدد ضئيل جدا وضئيل للغاية في مقارنة بالأتفاق بصفة عامة، وقطعا ستتم يعني طيب، لربما ستتم مراجعته فترة قادمة. بموجب هذا الاتفاق سيد المقراني، بريطانيا ستعيد بعض المهاجرين الذين يعبرون القناة في قوارب صغيرة إلى فرنسا، مقابل عدد مماثل من المهاجرين الذين يفترض أن لديهم طلبات مشروعة بالحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة. ماذا عن الذين يعودون إلى فرنسا؟ كيف سيكون مصيرهم؟
بالضبط هذا هو السؤال سيدي، باعتبار أن من سيطلبون الهجرة من فرنسا إلى بريطانيا لديهم لربما روابط أسرية قانونية في الإراضي البريطانية، لكن على مستوى ممن سيعودون إلى فرنسا التعامل سيكون معهم، كيف سيكون وضعهم القانوني؟ هل سيتم ترحيلهم إلى دول ثالثة آمنة؟ هل سيتم معالجة وضعيتهم على مستوى التراب الفرنسي؟ ما هو تأثير ذلك على مستوى دول العبور، باعتبار أن فرنسا ليست دول عبور، يعني دولة عبور ثانية، باعتبار أن دول العبور الأولى هي إما دول شرق أوروبا وكذلك دول جنوب أوروبا. ما هو تأثير ذلك على مستوى هذه الدول؟ وبالتالي إلى حد اليوم ليس لنا ميكانيزمات واضحة وآليات واضحة لكيفية التعامل مع هؤلاء المهاجرين بمجرد عودتهم للتراب الفرنسي، ولربما سنعود بهم إلى وضع جديد من الهشاشة، خاصة جميعنا يعلم أن هؤلاء المهاجرين في أغلبهم هم يقبعون على مستوى محافظة أو جهة كاليه على مستوى الشمال الغربي الفرنسي في أوضاع إنسانية جد قاسية، وبالتالي هذا قد يطرح عدة تحديات على مستوى الإنسانية. شكرا جزيلا لك الباحث القانوني والمحامي آدم المقراني، محمد آدم المقراني، كنت معنا من